السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع ليلى. اليوم غنشارك معكم الروتين الأسبوعي ديالي اللي هو الخبز ديال الدار بالقمح الكامل مع الفرينة اللي هي الدقيق الأبيض بطبيعة الحال. هذا كنديرو كل سيمانة كل ويكاند كنوجدو، بحكم انني خدامة ما عنديش الوقت باش بقى نعجن في الخبز كل نهار. يعني كنوجد واحد الكمية اللي كتكفيني لمدة أسبوع، وكنخرج غير الكميه اللي كنحتاج ليها من الكونجيلاتور. كنخليها تطلق راسها غير ساعه ولا ساعتين ديال المكانه، ومن بعد كنسخنها يا اما في ميكرو ولا غير فوق مقيله، كيولي جديد وطري بحال الا يلاه طيبتوه، ما كيتبدل فيه حتى شي حاجه. في واحد البول غندير واحد معلقه كبيره ديال الخميره مع معلقه كبيره ديال العسل، وغادي نديرهم مع واحد الكويس ديال الماء دافي ونخليهم حتى كيتفاعلوا مزيان. عاد كنزيد داك الكيلو ديال الدقيق مع نص كيلو ديال القمح الكامل. هنايا كان عندي واحد 2 معالق ديال الفينو بقاو، قلت نديرهم ما كاين لا شي بقاو يضيعوا. صافي غادي ندير الماء كافي وغادي نديرو تعجن بالعجانه، اللي بغى يعجن بيديه يعجن بيديه. المهم انا باش نربح الوقت كنديرو في العجانه حتى كيتخلط مزيان. من بعد كنزيد 2 معالق كبار ديال الزبده كندوبها. هذاك هو السر اللي كيخلي هذوك الخبيزات كيبقاو معكم طريين مده طويله وما كيبسوش، ما كيبقاوش يبسو كما مولفين مع الخبز العادي. غير كتحطيو غير كنساو غير ساعه ولا ساعتين بلا غطا اولا بلا بلاستيك وكتلقاوه راه كرم. هذا كيبقى طري مده طويله، ما كيتبدل لا المذاق ديالو ولا الشكل ديالو. بالنسبه للعجينه انا من بعد ما عجنتها في العجانه نزلت على سطح العمل كيكون مدهون شي شويه. عاد نسيت، عاد تفكرت بانني ما زدتلهاش الملحه. درت واحد 20 غرام ديال الملحه ذوبتها في الماء وغادي ندخلها ونعطي واحد الدلكه مزيانه لهاد العجينه باش نضمن ان الملحه توزعات مزيان على العجينه كلها. صافي غادي ندير هاد العجينه تخمر على خضره. من بعد ما غادي تخمر غادي نزلها على سطح العمل وغادي نديكازيها، وغادي ندير كويرات اللي غيكون فيهم 100 غرام، لان داك المول اللي عندي كيهز ليا 100 غرام بالضبط. خديت 2 طباصل، واحد الطبسيل درت فيه الماء السخون مع شويه العسل اولا السكر، والطبسيل الثاني درت فيه الجنجبان الابيض. كديروا اللي عجبكم في الزرع. والطبسيل الزريعه الثانيه يعني الشكل الاخر درت فيه زريعه كتان والزريعه ديال نوار الشمس وجنجلان الكحل. يعني كديروا اللي عجبكم، تقدروا ديروا الخرطال، تقدروا ديروا النخاله اولا السميده اولا ما ديروا حتى حاجه. المهم كل كويره كنكورها كندوزها في داك الماء السخون اللي كيكون فيه الحلاوه، وكندوزها كنمرمزها من الفوق ومن التحت في داك الجنجلان. تقدروا ديروا غير الوجه بوحدو. المهم انا بالنسبه لهاد الليمون فرديين كيجيوني ساهلين في الخدمه على اللاطه العاديه، لانني كنربح البلاصه في الفران. انا راه دهنتهم ديجا بالزبده. ملي كندير لهم الزرع ما كنحتاجش ندير الفينو لهاد الطويصات هادو اللي هما ليمول. اما ملي ما كندير والو لداك الخبز يعني كنخليه كما هو. فضروري ديروا شويه ديال الدقيق، دهنوا بالزبده وترشوا بالدقيق اولا بالفينو باش ما يلصقوش معكم الخبيزات ملي تجيو ديموا ليهم. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. هذيك الكميه اللي عندي كلها غادي تبقى لي شويه ديال العجينه، درت بها خبزه كبيره ودرتها في اللاطه عادي. صافي وغادي نبقى نشرطهم بواحد اللامه اولا بواحد السكين يكون حاد يعني الشفره قبل ما يبداو يخمروا. وكنخليهم يختمروا على خاطرهم. نعطيهم واحد الساعه ديال المكانه على حسب الجو. انا عندي هنايا الجو بارد، خدا ليا ساعه المكانه. الا كان الجو سخون راه 15 يوم غتكفيهم باش يخمروا. المهم حيت نشوفوا بان الشكل ديالهم الضعف، صافي راهم هذوك تنسخنوا الفران على اعلى درجه. انا اعلى درجه عندي هي 250 درجه. كندير المروحه يعني الفرفاره من الفوق ومن التحت حتى كيسخن الفران مزيان. عاد كندخل ليه هادوك الليمون، كندخلهم دفعه واحده. يعني هاد الليمون الصغار كيخليوني نربح الوقت. اللي ما عندوش ليمون يستفغي في اللاطه، ولكن يخليو لي سباس يعني يخليو المساحه بين الخبيزه والخبيزه. راكم عارفين ان العجينه طريه بزاف وراها كتسيح. هانتوما انا غير كيشدوا راسهم في دوك الليمون كنديمو ليهم وكنستفهم في اللاطه وكنردهم يكملوا طيابهم باش يطيبوا لي من الفوق ومن التحت ومن الجوانب. صافي من بعد ما كيطيبوا كنخليهم حتى كيبردوا تماما. عاد كنديرهم في الساشيات وكنديرهم في الكونجيلاتور على حسب شحال بغيتو، على حسب عدد الاشخاص وشحال بغيتو تخرجوا في النهار. يعني الساشي كنخرجوا بالليل، الصباح كنسخنوا غير شي شويه وكنستعملوا كنستهلكوا. الا بغيتو هاد الخبيزات يجيوكم بنان بزاف كتر غتزيدوا مع العجينه 1-2 معالق ديال الحليب غبره. وإلا بغيتو ان الوجه يجيكم ذهبي كثر يعني بغيتو تحضروه في المناسبات غادي دهنوه بواحد البيضه كطربوها مع الحليب
ومع واحد الخطيره ديال الخل ودهنوا على الوجه وغادي طيبوها، كتعطيكم اللمعه بحال البريوش وكتكون احسن. هذا هو الفيديو اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وشكرا.